السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بوصفة البسكوت، طريقة سهلة ومش هتكلفك اي حاجة، واكيد طبعا المقادير بتاعتها اكيد متوفرة في كل البيوت. دلوقتي جبت كوبايتين دقيق ونص كوباية سمنة وكوباية سكر بودر وكيس فانيليا وبيضتين. وهتجيبي اي بولة وصينيتين عشان نحط فيهم البسكوت. دلوقتي انا بوريكم المقادير طبعا، وهنجيب المضرب عشان نضرب بيه المكونات مع بعضيها، وتجيبي اي شكل انتي عايزاه تشكلي بيه البسكوت. لو مش عايزه تجيبي اشكال وتعمليه اي اشكال بايدك عادي، بس انا حبيت اعمله بالاشكال. دلوقتي انا بوريكم كوبايتين دقيق وكوبايه سكر بودر ونص كوبايه سمنه وبيضتين، ودي الاشكال وكيس الفانيليا، وكمان المضرب عشان نضرب المكونات مع بعض. دلوقتي كده انا بوريك الاشكال، لو مش عايزه تجيبيها وتعملي البسكوت باشكال عادي براحتك، الاشكال دي اختياري. وبوريكم كيس الفانيليا، والمضرب، وبوريكم المكونات. والصينيتين عشان نحط فيهم البسكوت، واي بولة عندك هتجيبيها عشان نخلط معاها المكونات. وصدقيني لو مشيتي على المكونات دي بجد هتطلعلك بسكوت طعمه تحفة وشكله تحفة، مش قادرة اوصفلك هو كان تحفة ازاي يعني. دلوقتي انا عمالة اوريكم المكونات. دلوقتي حطيت الفانيليا مع البيض، وهحط عليهم السكر البودر، كوباية السكر البودر، وهحط عليه نص كوباية سمنة اهو بحطها، وهفضل اضرب فيهم كويس. لازم اضرب فيهم كويس لحد ما اوريكم، بعد ما اضربهم هوريكم القوام اللي احنا عايزينه. دلوقتي انا بضربها قدامكم كويس. دلوقتي هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. هوريكم دلوقتي القوام. اهو القوام، اهو القوام، هو ده اللي احنا عايزينه. شايفين اللون والقوام عامل ازاي؟ دلوقتي هبدأ احط الدقيق. دلوقتي اقلب الدقيق مع المكونات كويس.
دلوقتي بقلبهم مع بعض. بقلبهم اهو. لو حسيتي ان العجينة بتاعتك محتاجة دقيق حطلها، انا بتاعتي محتاجتش دقيق، لكن لو محتاجتش ما تحطلهاش. دلوقتي انا بعجنها كويس. دلوقتي اهو بعد ما قلبتهم في بعض المكونات والعجينة خلاص عطتني الشكل ده، وهسيبها ترتاح شوية. شايفين شكلها حلو ازاي؟ دلوقتي هنبدأ نشكل البسكوت. طبعا هنحط فيها في الكيسة العجينة. دلوقتي هنبدأ نشكل البسكوت. دلوقتي انا بعمل بسكوت اهو قدامكم. دلوقتي بعد ما عملت الصينيتين بسكوت هو ده الشكل، وحطيتها في الفرن. هسيبها بقى لحد ما تستوي. وده كان الشكل. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعمل لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.